الله الله، ايه الاخبار يا جدعان؟ يا رب تكونوا كويسين. صيفنا خلاص، رمضان قرب يخلص، كل سنه وانتم طيبين. او معرفش خلص وقت نزول الحلقه دي ولا لا. انا احمد سامح، خلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده برضو هنعمل سماعه حلوه جدا، سماعه من شركه لينوفو. شركه لينوفو غريب شويه ان هي تخش في مجال السماعات، ولكن هي في مجال اللابتوبس دلوقتي وصلت في مصر لمستوى كويس جدا. وده نتيجه قطع غيارها ان هي رخيصه، وفي نفس الوقت الموديلات بتاعتها الى حد ما باسعار حنينه، وفي نفس الوقت بتديك قيمه كويسه قوي. وده نفس الحال في السماعه اللي معايا النهارده. مش دي، هي دي، او نقدر نقول ان دي هي دي. ايه التهريج؟ طيب، اللينوفو لايف بودز ال بي 11، ال بي 11. يعني السماعه دي تعتبر فئه اقتصاديه انتري ليفل، ولكن من لينوفو فهي فيها ميزه كده حلوه زياده عن الانفينكس اللي انا كنت عملت عليها ريفيو، ولكن دي ممكن تهمك او ما تهمكش. دي مريحه جدا في الود. في نفس الوقت الميزه اللي انا كنت عايز اقولها لكم هي ولا لا، خلينا لما نخش في الفيديو واقول لكم بالتفصيل ايه هي الميزه دي. يلا بينا بدون مقدمات كتير نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. اللينوفو ال بي 11 دي وايرلس اير بودز او لايف بودز على راي لينوفو. تصميم الدوتس او اللي هي بتتحط في الودن، بتكون كامل السماعه جوه الودن. زي ما انتم شايفين كده البوكس بتاعها سيمبل جدا، الماتيريال مش احسن حاجه بتاعتها كبوكس، يعني احنا لسه ما دخلناش جوه العلبه. اول حاجه بتكون تاتش، وكمان المايك بتاعها بيجي بفتحه 6 مللي، ودي تعتبر كويسه جدا، بتديك صوت حلو قوي. كمان البطاريه بتاعتها ممتازه، وارجونوميكلي ديزاين جوه الودن. التيب دي بتدخل جوه الودن، وعندك 3 مقاسات كمان جوه العلبه. والمايك والسماعه نفسها او الصوت اللي جوه كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده معظم الكلام مكتوب بالصيني، ولكن احنا فاهمين. يعني دي مثلا بلوتوث فيرجن 5، ولا انتوا مالكوش في الصيني ولا ايه؟ تعالوا نخش نشوف ايه اللي جوه الكرتون. كرتونه ضعيفه جدا. بصوا بتاعها عامله ازاي، بغض النظر يعني ممكن ما تلاقوش سماعه جوه زي ما انتم شايفين كده. بس خلينا نشوف الكتالوج، فيه معلومات قيمه جدا، طبعا محدش هيفتحه. والتبس في مقاس اهو، وفي مقاسين بره عشان كنت بغير للسماعه المقاس. وفي كمان سلك الشاحن وتايب سي يا جماعه، which is حاجه لطيفه جدا في الفئه السعريه دي التبس المقاس التاني، واللي جوه ده المقاس التالت. البوكس بتاعها شكله حلو قوي، والسماعه زي ما انتم شايفين كده التصميم حلو جدا، والماتيريال ممتازه، جلوسي بلاك او بيانو بلاك زي ما انتم شايفين. وكمان السماعه لما بتيجي بتكون محطوطه كده جوه العلبه، والاير دوتس او اللايف بودز بتكون موجوده كده. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال. التصميم والماتيريال بتاعتها انا معجب بيها جدا الصراحه، خاصه الماتيريال بتاعتها كويسه. عرض البوكس الى حد ما كبير شويه، اكبر من الايربودز برو بتاعت ابل، ولكن هي كويسه كتصميم وماتيريال. خلينا نخش بالتفصيل برضو ونشوف ايه المميز اللي فيه. بالنسبه للتصميم والماتيريال، فزي ما انتم شايفين كده الماتيريال تعتبر حلوه جدا، جلوسي بلاك حلو قوي او بيانو بلاك كما يطرح عليه بعض الناس. اللمبه بتكون هنا لما بتشحن بتنور، والتايب سي مكانه هنا حلو قوي. كمان لما بتفتح المفصله بتاعتها قويه، ما بتقفلش بسهوله، بس للاسف ما بتعملش اللي هي الحركه بتاعت الايربودز زي ما انتم شايفين كده، ما بتقفلش للاخر. ولكن الماتيريال بتاعتها وقفلتها حلوه جدا، تصميمها كمان حلو جدا. بالنسبه بقى للاير دوتس او اللايف بودز اللي بتتحط جوه، في واحده الليفت بتكتب عليها ان هي ليفت من جوه، والتب زي ما انتم شايفين كده صغير. انا اخترت اصغر واحد عشان يناسب الودن بتاعتي، طبعا انتوا عارفين ان انا ودني صغيره جدا. زي ما انتم شايفين كده الماتيريال بتاعتها حلوه قوي برده، بيكتمل البيانو بلاك. وفي لمبه برده هنا عشان تبين البيرنج مود او الباتري مود. فانا ما عنديش اي مشكله فيها كماتيريال وكتصميم، اديلها 9 من 10 مستريح قوي. وكمان التاتش اللي بيكون موجود هنا شغال بشكل حلو قوي، وعندك كنترولز كتيره قوي زي ستوب وبلاي للبريفيوس سونج او السونج اللي بعدها، وكمان تعليق الصوت وتوطية الصوت. ولكن للاسف ما فيهاش سنسور، يعني لما تقلعها من ودنك ما بتقفش، او الاغنيه يعني ما بتقفش. وفيها ميزه كمان سيري، ان انت تدوس عليها دوسه مطوله هيتفعل سيري او بيكسبي او وات ايفر المساعد الشخصي اللي موجود على موبايلك. بالنسبه بقى للمميزات، المميزات كتير واعتياديه في الفئه السعريه دي. نور شغال كله تمام، يلا بينا. المميزات ان التاتش بتاعها حلو قوي، التاتش بتاعها يعتبر كويس. لما بتحطها جوه ودنك تقدر ان انت تعمل كليكه كليكتين 3 كليكات وهكذا، بتكون بشكل حلو جدا. وفي نفس الوقت هي فيها لمط كده، لمبه من قدام ولمبه من هنا، تنور احمر وبتنور ازرق. فالتاتش اللي موجود هنا دي من اهم المميزات.
كليكه ستوب او بلاي، كليكتين السونج اللي قبلها او السونج اللي بعدها، 3 كليكات تعلي الصوت وتوطي الصوت. اما بقى الميزه اللي مش موجوده في اي واحده تانية هي المساعد الصوتي، دوس عليها دوسه مطوله يشغل لك بيكسبي او سيري او وات ايفر الموبايل اللي معاك، يشغل لك المساعد الشخصي بتاعك. ودي حاجه لذيذه جدا. في نفس الوقت هي تايب سي، الشاحن بتاعها تايب سي، بتشحنه طبعا بشاحن 5 واط او براس يعني 5 واط او شاحن باور دليفري. بالنسبه بقى للصوت بتاعها والمايك، المايك بتاعها يعتبر كويس قوي. المايك بتاعها يعتبر ايه كويس في المكالمات، كويس في الدوشه، كويس. بالنسبه طبعا للفئه السعريه بتاعتها اللي هي تعتبر فئه تحت ال1000 جنيه، اقل سعر من حاجات كتير قوي. في نفس الوقت صوت الميوزك بتاعها والكونفرزيشن والفيديوهات وكل الكلام ده، يعني انتوا لو تسمعوا بيها الفيديو ده هتلاقوها ان هي نقلت الفيديو في حته تانية خالص. عشان تبقى على وضعك، نحاول نبقى على وضعنا، محدش قدنا. خلصان. المهم، ففعلا انا شايفها ان هي كقيمه مقابل سعر بالنسبه للميزات اللي فيها فهي كويسه جدا جدا جدا. بالنسبه بقى للبطاريه بتاعتها، فهي الكيس بتاعها 400 ملي امبير اور، والسماعه نفسها من جوه 40 ملي امبير اور، وده بيديك ماكسيمم كده اسبوع او 10 ايام بكتير، على حسب انت بتستخدمها كل قد ايه وبتستخدمها ازاي، وبتستخدمها بالصوت بتاعها عالي قوي ولا لا. في الجيمنج ممكن ما تكونش دي افضل حاجه، ممكن ليتنسي تكون كبيره، زي مثلا الايربودز بتاعت سامسونج البلس الليتنسي بتاعتها كبيره هتلاحظها. ولكن الايربودز برو اللي انا لسه منزل لكم فيديو عليها، فالليتنسي بتاعتها في جيمنج مود تقدر ان انت تقلل الليتنسي على قد ما تقدر. دي ما فيهاش جيمنج مود، ما فيهاش ابلكيشن برضو، وما فيهاش سنسور للاسف لما تشيلها من ودنك، وده المعتاد في الفئه السعريه دي، سواء دي او الانفينكس او الاورايمو حتى. وبس كده كده اكون خلصت كل اللي عايز اقوله. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. خلينا نعمل ريكاب سريع كده. بالنسبه للانبوكسنج، الانبوكسنج مكتوب بالصيني كله، ولكن عرفت اقول لكم حاجات كتير زي ان البلوتوث 5.0، ان ما فيهاش سنسور لما تشيل من ودنك الموسيقى ما تتوقفش، وان البطاريه بتاعتها 300 ملي امبير اور، وبطاريه السماعه نفسها 30 ملي امبير او 40 ملي امبير اور، وان فتحه السماعه بتاعتها تعتبر كويسه، بتديك صوت حلو قوي، البيز بتاعها يعتبر محترم في الفئه السعريه دي. كمان التصميم والماتيريال بتاعها يعتبروا حلوين قوي، وكمان مريحه جوه الودن، وعندك 3 تيبس تقدر انت تغير على حسب مقاس ودن. كمان في يجي معاها سلك تايب سي عشان تشحنها بشاحن 5 واط، عشان تديك استخدام اسبوع ل10 ايام كاملين. كمان صوت المايك بتاعها كويس قوي، ما بيدخلش دوشه للمستمع زي الباقي. وبس كده، دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. اشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي. كل سنه وانتم طيبين، سلام.